ولا لحمة ولا فراخ. تعالوا بقى نعمل غداوة الناس هتشم ريحتها من هنا ويجيبوا العيش ويجوا ياكلوا معاكي من هنا. تعالوا اقول لكم عملنا النهاردة ايه وطبقنا النهاردة هيكون ايه. الفول المدمس، تعالوا نشوف هندمسه ازاي بطريقة سهلة، وكمان هنعمل احلى طبق فول لاحلى غدوة. ولا تقوليلي بقى لحمة ولا فراخ ولا بانيه ولا كفتة ولا اي حاجة، بجد ريحتها وطعمها جاب اخر الشارع. اليومين دول الواحد زهق من الأكل كله، وزهقنا من الطبيخ وزهقنا من البشاميلات والطواجن، فقلت هعمل أكلة حرشة كده ومعاها شوية جرجير وشوية بصل أخضر. جبت فول، قلت عايزة أعمل طبق فول بالطماطم أو طبق فول بالصلصة، بس ما كانش عندي مكان أجيب منه الفول، والفول بقى سيء جدا في المطاعم والمحلات بره، فقلت خلاص أنا هدمسه بنفسي. جبت نص كيلو فول وعليه شوية عدس، نقيته كويس قوي وهنقعه في مية لمدة ما تقلش عن 6 ساعات، عايزة تكتري براحتك. ولازم تنقي الفول قبل ما تنقعيه في المية، عشان ساعات بيبقى فيه زلط، بيبقى فيه طوب، بتبقى فيه فولة مش مظبوطة. لازم تنقيه كويس قوي وبعدين تنقعيه. لو هتنقعيه مدة طويلة غيري عليه المية. وهنا جبت شوية عدس صغيرين وبرضو هنقعهم في المية واسيبهم برضو زي الفول بالظبط. العدس بيدي الفول قوام حلو وبيسمك قوامه شوية وما بيغيرش طعمه زي ما الناس بتضيف رز او مع حاجات كتيرة كده، لكن العدس بيسهل عليا الدنيا وبيديله صوص وقوام حلو قوي. وفي فيديو كامل انا عملته في رمضان اللي فات عن تدميس الفول وفرزناه في الفريزر وعملناه من الالف للياء ومن غير ما يسود، عشان الناس كلها تقول الفول بيسود مني. هسيب لكم لينك الفيديو في الوصف لو حابين ترجعوا له، هيعجبكم قوي. المهم نقدها كده بعد ما نقعت الفول يوم كامل تقريبا، وهبتدي اسويه. مش لازم يكون عندك دماسة، اي حلة استانلس مش هيلزق منك خالص في القعر. وهبتدي ازود على الفول المية واقلبه مع العدس كويس قوي واغطيه واحطه على النار يغلي، وبعد ما يغلي ب10 دقايق ربع ساعة اوطي عليه النار لحد ما يستوي. عايزة اقول لكم ما خدش بالظبط ساعتين على النار لاني نقعاه مدة كبيرة، وبجد طعمه حكاية. يعني جوزي ما كانش مصدق ان انا اللي عاملاه مش شارياه من بره، بس صدقوني فول بره بقى سيء جدا، فانضف حاجة تجيبيه وتعمليه في البيت. وطبعا سعره ولا حاجة بجانب الاسعار اللي بره بيتباع بيها. تعالوا بقى نعمل طبق الفول الخطير ده اللي ريحته قلبت الدنيا وطعمه كمان. طاسة على النار، هاتي شوية زيت وهنحط عليهم معلقة توم مفروم ناعم ونقلبهم كده على الهادي، ما نعليش النار على التومة عشان ما تتحرقش. خديها قاعدة مني كده، في اي تومة انتي بتشوحيها او تحمريها ما تعليش النار، ما تخليش الزيت يقدح قبل التوم. التومة لو احمرت وخدت لون غامق ارميها ما تستعمليهاش، هتتعبك وهتخلي طعم الاكل مش ألذ حاجة وهتمرره. هنا التومة انا بس طلعت ريحتها زي ما انتوا شايفين كده، ما خدتش ولا لونها غير ولا اي حاجة، انا طلعت ريحتها مش عايزاها تتحمر. هبتدي اضيف عليها قطع طماطم صغيرة، وكمان هبتدي اضيف عليها لو عندي قرن فلفل رومي مقطع صغير، ولو حابة سبايسي ممكن تضيفي قرن فلفل حامي. قلبوا بقى وشموا احلى ريحة واحلى، يعني بصوا يا صراحة مزاج بجد. يا ريت التليفون بيطلع ريحة الروايح كنت خليتكم تشموا معايا وتقولوا لي رأيكم. قلبوا كده واستمتعوا بطعم وريحة التومة مع الطماطم كده، روعة روعة. هسيبهم مع بعض كده ياخدوا من طعم وريحة بعض كده، وهبتدي اضيف معلقة اكل خل، ابتدي اضيفها كده على التومة مع الطماطم. وكمان كان عندي صلصة طماطم، دي الصلصة دي انا اللي مسبكاها مش الجاهزة، هبتدي برضو اضيفها
وبرضو عندي فيديو ليكوا لصلصة الطماطم هسيبهولكوا في الوصف لو حد حابب يرجع له ويخزن طماطم قبل رمضان. وكمان الفول لو عايزين تدمسوه قبل رمضان بجد بيسهل عليكي كتير. الصلصة كمان هتفيدك قوي، احنا داخلين على مدارس وداخلين على الامتحانات وكمان الترم التاني ورمضان جاي، فبجد الصلصة دي او في تفريز الصلصة بالذات كنز بجد في البيت. قلبنا كده كل الخليط مع بعضه وسايبينه زي ما نقول يتسبك شوية. هبتدي اتبله، هنا هحط كمون وهحط معاه ملح وكمان رشة من الكزبرة الناشفة بس كده. وهي دي التوابل، التست بيبقى من القوطة والفلفل والتومة والخل، مش لازم اكتر توابل عشان الحاجة تبقى طعمها حلو. ممكن كمان تضيفي معلقة صلصة جاهزة لو حابة. وادي حلة الفول، والله ما اخدت يعني ما كملتش 3 ساعات، هم ساعتين تقريبا وكان مستوي وخطير. زي ما قلتلكوا لو مش عايزين الفول يسود في تركاية كده هتلاقوها، اتفرجوا على الفيديو كامل بتاع تدميس الفول وتفريزه. بصوا لونه عامل ازاي، بجد خطير. ما ضفتش عليه اي حاجة، ولا طماطم ولا بابريكا ولا جزر ولا كركم ولا اي حاجة، وده كان شكله. هنا بقى هبتدي اضيف كمية الفول اللي انا عايزاها على الخليط بتاع الطماطم والصلصة والتومة اللي احنا عملناه، وهبتدي احط كل الكمية واقلبها سوا. بصوا شكل الفولة صحيحة وفي نفس الوقت مهرية من جوه ومستوية. هوريكوا دلوقتي بعد ما نقلبها من كتر ما قلبناها اكنك ضربتيها في الخلاط. قلبي بقى الخليط بتاع الفول مع كل المكونات دي ومحاولي ما تطفيش عليه على طول، سيبيه ياخد من التيست بتاع الخليط ده والتومة مع الصلصة وكده. وزي ما قلتلكوا لو حابة تضيفي معلقة صلصة جاهزة عشان اللون ممكن، عايزة تضيفي رشة بابريكا ممكن، بس انا ما تكتريش توابل عشان هو لوحده التيست بتاعه حلو قوي. فسيبيه شوية كده، وممكن تحطي صوص او شوية مية عشان القوام يبقى خفيف. هنا كمان هنضيف المنكهات الأساسية بتاعتي في الفول، الزيت، وكمان هنضيف عصير ليمون. الاتنين دول برضو بيودوا الفول والتيست بتاعه في حتة تانية. أنا كمان بحب أضيف على الفول شوية طحينة، دول كده بحب أضيفهم على الفول، بيدوله قوام وتيست حلو، وكمان ما بيفرقوش خالص في الطعم، هو الطعم الطاغي الطماطم مع الصلصة مع التومة. بس كده هتاكلي احلى طبق فول بالطماطم وبالصلصة وبالتومة، مش حامي خالص لان احنا محمرناش التومة كويس ولا خليناها لونها يغمق، فمش هيحمي عليكي او يتعب معدتك للناس اللي بيشتكوا من المعدة او امراض المعدة. تعالوا بقى نشوف هنقدم الطبق بتاعنا ازاي النهاردة، وبألف هنا وشفا عليكم.
وده شكل طبق الفول بتاعنا. فاكرين لما قلت لكم من كتر التقليب هو هيتهري لوحده اكني ضربته بالهاند بلندر او في الخلاط. فهو كده مش محتاج ان انا اضربه. الفولية مهروسة واتهرت واستوت كويس جدا. هبتدي بقى اقلبه في الطبق بتاعي ونشوف هنقدم معاه جرجير، ممكن بصل اخضر، خس، اي حاجة، طماطم وخيار، المتاح عندك الموجود. بجد أكلة حلوة وحرشة كده وتغيير أكل وأفكار اقتصادية شوية للغدا والأسعار اللي احنا فيها. التست بتاعه حلو جدا، جربوه أكيد وهيعجبكم. طبق الفول بالطماطم أو الفول بالصلصة والثوم بجد من أروع ما يكون. أكلة اقتصادية على قد الإيد، غديوة اقتصادية، غدا سريع وسهل. هينجز معاكي في أيام الدراسة، وكمان المصاريف بقت غالية، فهنحاول ندخل وصفات كده في خلال الشهر من دون لحمة، بدون فراخ، بدون أي حاجة مكلفة، وكمان طعم روعة. لو الفيديو بتاعنا عجبكم النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. بحبكم، هتوحشوني، وسلام عليكم.